مع انه كنت ما بدي احكي. معلش اسمع شوي. بتربطني طبعا صداقة من 5 سنين. تعرفت على ست مايا، مايا دياب. تعرفت عليها عن طريق صديق مشترك، نيكولا جبران. هي مقربة جدا جدا منه، وهو قريب مني كمان كذلك. وكان صراحة كل ذكرياتنا حلوة، كل أوقاتنا كانت حلوة. كانت تحجز لي الصخرة وبتحرق إيديها بالصودا الدجاج وهي عم تقلي لي إياها، وعملت لي أحلى أكلات، وقضينا أحلى الذكريات. وكوننا تباعدنا لأنه أنا كمان لما سافرت ما عدت رجعت، صار عندي ظروف مختلفة. ونحن دائما بنعيش بالحياة يعني محطات، مرات بندخل بالشغل زيادة، مرات بنبعد شوي. إذا عندنا مشاكل بيكون يعني مشاكل يعني اجتماعية، بيكون بدنا رفقة حوالينا، أصدقاء حوالينا. يعني كل أوقاتنا كانت لطيفة وحلوة، وأحلى ذكريات وأحلى أوقات وأحلى أيام. وكتير استغربت اللي قالته، وحياة الله بتصدقوا وراس بابا اني فكرت اللي قالته AI. انا قلت مستحيل يكون هيك عم تقول شيء يعني